عرس الغوالي اليوم أجمل عرس، خلى الدنيا تلعب بسيف وترس. أصوات المحبة تقول قاويها، وعن زفة العرسان يحكوا الخرس. عرس الغوالي اليوم أجمل عرس. غنوا معي رشوا الورد والزن، جيبوا المحابس حضروا الحنة. بي العروس اختار أحلى صوت، وبي العريس جاب الشمس كنة. جبينك عالي ومهرك غالي، قولي للدنيا هيدا رجالي. أنا حبيته وبكرة ببيته أكتر من أهلي، راح تدلالي. عروستنا وعريسك 100% وشبوبية ورجولية، رح تطلع ليلي قوية وفيها يهتز الكون. بكيتونا فرحتونا من الفرحة، أمي دمع عيونا. وبيك غاروا عيونه احتاروا، طلعت من داره بنت الحنونة. خلي ايدك بإيده ليلي عيدك وعيده، شو بتتمنوا شو بتريدوا انتو اتنين ان شاء الله تزيدوا، 10 بتخلي فوقنا. يا بشر يا شايب الراس يا هو، بارك عليك راجع بالخير عليكم يا اهل المروية. جميع يلعب بالخير لسه زينا احسن شيء تطلع من شديد العرب. شو ما جبنا له حنة وحنينا له اصبعته هيك. وخفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية، خفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية، وخفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية. خفف ايدك يا حلاق ولا تعملها برورية، وخفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية، خفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية، خفف ايدك يا حلاق بايدك وردة جورية. اللي بعدها البنا البنا عالبنا عريس بعرسه يتهنى، بنا البنا عالبنا عريس بعرسه يتهنى. انا بحيي الموجودين وكل من اجى لعنا، وكل من
لا مو هلا نفسه برا بس لم قبل لي شوف لي شيكته خلاص. لا شيك تخيل شو الصور تطلع النبي يا زلمه. بعتها على تبع ديروا خير والبركه. هلا بعد والله راحت على خالد بس كلها تصورت كامله. ايه هذاك لو كلها تصورت صورة خالد والله صورة يا خوان هوي انت تحط جل هيك على ايدك وعمل له وصلوا على النبي يا زين ونصيب العرس بالعيد. صلوا على النبي يا زين ونصيب العرس بالعيد. وقول اسم الله ويخزي العين وهو والله نور. أرضك عن يدير وشيء. السلام عليكم. الو مساء الخير واهلا وسهلا بكم جميعا. بنقول الف مبروك لعريسنا الغالي وليد بكر. سمعونا زقفه لاحلى عريس. تحيه لوالد العريس العم خالد ابو الخير بكر. تحيه لامام العريس وآل بكر جميع. تحيه لاخوان العريس بيت جاموس. وتحيه لكل الموجودين وخاصة تصوير مايا محمد الجاموس واولاده. واهلا وسهلا بالحضور جميعا. اهلا وسهلا فيكم جميعا. وين خالد؟
قلت لها اسمك قال مريم يا عجيب قلت لها ريتك بريد الكراجي قلت له ريتك السكر يدعجي قلت له طولك الحوراء بس لا لا اهلا وسهلا شرفون احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا
نبراس وين الموسيقى؟ المطرب هذا فين المطرب غني كيف غني بعرف غني له يلا صلوا على النبي دف كلنا شوف قاطع الفاضي يا زلمه
الله يا راعي اول دقه واحده لو سمحت دقه واحده دقه واحده ارضك والفراق خلاني وجروح القلب نشيدك عطشان ويا دنيا والفراق خلاني وجروح القلب نشيدك عطشان والكون يشوف على والله اشتقت لك والكون يشوف على والله اشتقت لك والله عاش الشباب عاشوا على الوجه والديوان
اسمع زافي كده سوي العريس يلا. لو بهنك قلوب الشام راح جيب لك قبلك حالة. لو بهنك طريق الشام ثاني راح لك يا لالا. لو بهنك قلوب الشام راح جيب لك قبلك حالة. لو بهنك طريق الشام ثاني راح لك يا لالا. لو بهنك يا مسلمان جوا عيونك خبيتي. لو بهنك يا مسلمان جوا عيونك خبيتي. يا غزال الكوش سوارا وحطر ايديكي. سوارا حطر ايديكي. تبكي واحدة يا شباب، تبكي واحدة لو سمحتوا. الله 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 وعيال اذبح اذبح يا خيي. شيل لك صبرك يا راعي الاول. تحية لآل البخ جميع عاشق. تحية لبني العز جميع عاشق. يا حلوي بعيونك سر ساحرني ومدودني. كلماتك اغلى السر سحرني. يا حلوي بعيونك سر ساحرني ومدودني. كلماتك اغلى السر حبك دوبك تعبني. قلبك مر وبعدك مر مر المر بعينك. قربك مر وبعدك مر مر المر بعينيكي. يا غزال الكوش سوارا حطها بايديكي. سوارا حطها بايديكي يلا. شك 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 الله الله الله. يا ولد يا خيي تعال الله يحيي محمد. شيل
الله الله الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيي جمعكم وأقول أهلا. أحيي جمعكم وأقول أهلا. لقد حل الكرام مع الكرام، تبعتم سنة المختار طه وصليتم على خير الأنام. الله تعالى يقول إذا سمحتم خلينا نعرف نحكي لو سمحتم يا إخوان، لأننا أحيانا سنقول آيات وأحاديث.
الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. احتفاء بهذا العريس الجميل وليد خالد بدر، هذا العريس المحبوب هو وأبوه وأعمامه الكرام، هؤلاء الناس حضرنا لنشاركهم فرحتهم، فرحة تقوم على المحبة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني ميل الرجل للأنثى وميل الأنثى للرجل هذه فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في كل من الجنسين. اسمحوا لي أن أعرض لكم قصة قصيرة حدثت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب خرج يعس بالليل، فسمع امرأة تقول شعرا: تطاول هذا الليل واسود جانبه، تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعدي أن توطى مراكبه. فلما سأل عنها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه علم أنها زوجة مجاهد في سبيل الله، فسأل ابنته حفصة قال لها: يا حفصة، أنا أبوك وأنت أمي، لأن حفصة أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أنت أمي وأنا أبوك. كم تستطيع المرأة أن تصبر على فراق زوجها؟ أتستطيع شهرا، شهرين، ثلاثة؟ فلما وصل إلى 6 أشهر قالت: 6 أشهر ثم بعدها لا تستطيع له فراقا. فأصدر مرسوما يقضي بأن يعود كل مجاهد إلى زوجته كل 6 أشهر مرة، لأنها لا تستطيع فراق زوجها. امرأة أخرى دخلت على سيدنا عمر وقالت: إن زوجي صوام قوام، زوجي صوام قوام، وأنا لا أستطيع أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها: بارك الله لك به. كان عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كعب بن سواد الأشدي، فقال له: اقض بينها وبين زوجها يا أمير المؤمنين. قال: وما هي القضية بينهما؟ قال: هذه المرأة تشتكي زوجها بأنه لا يعرف حق زوجته في الفراش. قال له: يا كعب، ما دمت قد فهمت عليها فاقض أنت بينها وبين زوجها. قال: أحضروا زوجها. فجاء زوجها
فقال له إن زوجتك تشكوك. قال مما تشكوني؟ أمن قلة طعام أم من قلة شراب أم من قلة نفقة؟ قال لا، أنت لا تعرف حقها في الفراش، لا تعرف حق زوجتك في الفراش. فماذا؟ تقدمت المرأة وقالت، أخذت تنقل الشكوى شعرا. قالت: ألهى خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده، فقد القضى كعب ولا تردده. فماذا قال الرجل؟ قال: زهدني في النساء وفي الحدث، أني امرؤ أشغلني ما قد نزل، أذهلني ما قد نزل، في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فماذا قال له كعب هذا القاضي؟ قال له: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في 4 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في 4 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: من حق الرجل أن يتزوج 4 نسوة، فحق كل زوجة ماذا يقول؟ حق نصيب الواحدة الربع من هذا الزوج. فإذا كل 3 أيام في اليوم الرابع يجب أن يأتيها. فهنا قال له: نصيبها في 4 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. فماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال: أنا لست أدري مما أعجب، أأعجب من فهمك عليهما أم من قضائك بينهما؟ أنت من الآن قاض لنا على البصرة. وأرسل كعب الأزدي إلى البصرة. نحن نعرض هذه من تاريخنا حتى نتشبه بهؤلاء. هؤلاء هم قدوتنا، هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: ما أنعم الله على رجل نعمة بعد الإيمان خير من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. اسمحوا لي أن أدعو لهذا العريس الجميل ولخاله ولأخواله كلهم كمان، يعني ولأعمامه جميعا. نعم، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير وأخرج منكما الكثير الطيب. أنا متفائل بهذا العرس ولهذا الحفل، تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني من يوم أن كتبت العقد، وكانت كتابة العقد عسكاي، يعني اتصال بين والد العروس ومع العروس، ويعني والشاهدين كان أخونا أبو بشار موجود وأبو مجدي كان موجود، كانوا موجودين على كتابة العقد. والعريس هذا هو، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يعني كان هناك يعني فرحة. نعم، يعني فرحنا جدا وكنا متفائلين جدا، ونحن نكلم والد العروس وندعو للعروسين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما على خير. والعريس محبوب من كل الشباب، الجوارد محبوب وغير الجوارد، كل الذين يعرفونه يحبونه. وأبوه محبوب، يعني خالد بكر أبو وليد من خيرة رجالات بيروت المحبوبين.
يعني عديلك محترم يا مجدي، مثل حكايتك بشار. بارك الله بكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا. ما بعرف وين أخي أبو صلاح؟ أبو صلاح يا أبو صلاح، أخونا أبو صلاح هون ولا ما إجا؟ ما إجا أبو صلاح وين؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني أنا أتكلم وبين الحاضرين يعني أناس ينطقون الكلمة. أخي أبو سليمان من دير الأسعد، إذا كنت تحكي لك كلمة طيبة هيك بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وألف مبروك يا عريس، وإن شاء الله يعني عقبال العزابية جميعا يعني إن شاء الله عقبالهم. بارك الله بكم جميعا وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيك العافية أستاذ، الله يجزاك خير. الأستاذ الشيخ حسين القادري أبو حسان، الله يعطيك العافية. احلى فرقة عرابة، ملك العرابة بالرياض، ابو سلمى والغالي حبيب القلب. البارحة بالحلم البارحة بالحلم محبوبي بحضاني بوزني من وجدي وطفالي نيراني البارحة بالحلم البارحة بالحلم محبوبي بحضاني بوزني من وجدي وطفالي نيراني قلت له حبيب اقترب قلت له حبيب اقترب قلت له حبيب اقترب عوض لي حرماني هل تقبل مروتك تتركني وحدان أموت أموت حيرة وقهر لو لحظة تنساني أقبل أعيش بسجن لو أنت سجاني يا مرسمتك رسمات لونتك على كيفك حطيت بوجهك بسمة وانت انخنيت يا حيفي يا مرسمتك رسمات لونتك على كيفك حطيت بوجهك بسمة وانت انخنيت يا حيفي الله الله
الخبث يا حبيبي ويلي يا ويلي ويا ويلي منك لا الله حد وحبيت بقلبي مليون علا ويلي يا ويلي يا ويلي منك لا الله حد وحبيت بقلبي يا ويلي
دربان الثوب المكسر تكميلة بخصرك والوين تشبه ليلى علوة ولكن عينك والمكتب تشبه نفسي عشرة ابداعي هيك روحي هيك قلبي خاتم بنينك ابداعي هيك روحي هيك
احلى ابو خليل عيونك يا ابو خليل والله بنية من قبالي بس ميلة ويا مرة من الشفايف بس ميلة بنية من قبالي بس ميلة ويا مرة من الشفايف بس ميلة عطيني لك عطيني من لحظ عينك بس ميلة ضعتينا على 4 جناب وينه ما تسمع شافي ولا شيء الله اسمع ابو خليل اسمع عبير الشوق فراني عبيد عبير الشوق فراني عبيدي عن ما شفت عالمنشار عبيدي الله لا 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 كريامتنا عالخابور سبحان
يا ولا يا ولا قلبك الشباب عاشوا يا ويلاه يا ويلاه عاش الدواسر عاشوا يا ويلاه وانت تسأل عنه تلقاه من حبابه والعاني عالم الرابع عاني عالم بقضابه وانت تسأل عنه تلقاه من حبابه جاي الرعيان ابو عاصم على ولد الدواسر يا خير الله يا حباب يا ولد ولك شعلك يا خير وهلال الله 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 اشكر السعودية عاشق ودبيلك يا جميلي يا مدين اسلاميلي ودبيلك يا جميلي يا مدين اسلاميلي ورجوت البس على الفوضى الواني شفت تنجيلي الرياح يدس على الفوضى والواني شفت تنجيلي الزم خطوك
خطرك هزي دخل بقلبك هزي يما نهد شويكي ابيض مثل الهزي خطرك هزي دخل بقلبك هزي يما نهد شويكي ابيض مثل الهزي لك عشت العمر جمعة لك شاعر نار يا خير عاش الشباب الله والأزرق يا ولد راعي الأول وعطر المكري لك صبرك يا خير الله يا عباد لك صبر حتى الصباح يا خير يا ولد عيونك على جميع عشرة بس اسمعني يا اللي جدتني بس اسمعني يا اللي جدتني انا المتهدد وانت بتهدد انا المتهدد وانت بتهدد اسمع بس اسمع يا لعينك تسمع اسمع بس يا لعينك تسمع كانك ما تسمع الله يفطرني كانك ما تسمع الله يفطرني حبايبنا ويا حبايبنا بطلنا ناخذ من قرايبنا
تنهل ويسينا تنهل ويسينا بس تسمع مني يا الجنة بس